فيديو اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت. لا عذرا يا عذرا البناية يا عذرا. انفجار نووي. يا ابني لحد الآن مش معروف مرفأ بيروت مين فجروا. بعت لهن مكتوب حتى نشوف بلكي على المكتوب بيردوا. بعت لهن مكتوب حلو مهم بلكي القضاء بيحكم بعدله. واكتب لهن بالوطن في إلي أيامها صاروا بينعدوا. والد الشهيد قاسم المولى، شهيد الظلم، شهيد مرفأ بيروت. انتم كعائله تقدمتوا بدعوه، شو هي تفاصيل هيدي الدعوه وليش؟ أنا قدمت بدعوة، أنا كل اللي راحوا بعدهم أولادي، بس أنا بشتغل من منطلق نفسي. أنا شفت المسار التحقيق منه مزبوط نهائياً، مش من باب واحد، من كذا باب. ما رح نوصل للنتيجة بالمسار اللي ماشي فيه اللي كان قاضي صوان، ورجعت مشيت انت نفس المسار اللي مشي فيه قاضي صوان. بطبيعة الحال الاستنسابية اللي عم يصير بالتحقيقات ما حتوصلنا لنتيجة، وهذا الشيء طبعا كثير عم بيألمنا، كثير عم بيضايقنا، كثير عم بيحس بنفوسنا، خاصة يعني أمهات الشهداء، زوجات الشهداء، أطفال الشهداء. يعني كمان واحد يوصل لمرحلة إنه ما قادر يعرف شيء وما قادر يوصل لشيء، شيء كثير قاسي. نحن بالتالي غيرنا المسار اللي كنا ماشيين فيه. هون السؤال يطرح نفسه استاذ ابراهيم، يعني انت الناطق باسم اهالي شهداء المرفأ، 2021 اختلف هذا الموقف، السؤال اللي بيطرحه العالم لماذا تبدل موقف ابراهيم حطيط وغيره من الاهالي فيما يتعلق بجريمه المرفأ؟ هلا طبعا في عدة أسباب، وكان متغير موقفي أنا قبل 3-4 أشهر من إعلانه. بلشت بالبداية بإحدى الوقفات على قصر العدل لما صار يطلع شعارات مغايرة لتوجهاتنا، شعارات الناس اللي فاتوا علينا ينفذوا أجندات. وبالتالي أنا وقتها انسحبت وعرفت هيدي الحادثة، يعني انسحبت وقلت لهم أنتم عم تخطئوا المسار وعم تخطئوا البوصلة. مرقت فترة كمان كان في اجتماعات عم تصير بيننا وبين مجموعة من رجال الدين فينا نقول، بعدين بين لأنه هو رجال الدين هن مسيسين، هن تابعين لأحد الأحزاب اللبنانية، وبالتالي أنا شغلي بالأساس ضد الأحزاب، مش ضد الأحزاب بمعنى ضد الأحزاب، بس بعيد عن الأحزاب، لأنه بس نحن نروح باتجاه أحزاب يعني سيسنا قضيتنا، ونحن ما بيقتل قضيتنا إلا التسييس. اجت مجزرة الطيونة، اجريت اتصال بالقاضي حوالي ربع ساعة، تناقشت انه وياه بأدق التفاصيل. صحيح تناقشت انه وياه بأدق التفاصيل اللي كنت متناقش انه وياه فيها قبل 4 شهور، وكان وعدني انه يغير بعض الامور بالمسار وما تم هيدا الشيء، ومن خلال مناقشتي معه ما اقنعني. يعني حتى بتفاجئ فيه بيقول لي بنكون علقانين هون بصير علقانين هونيك. طب ما هذا كمان جواب سياسي، يعني مش جواب قاضي. أنا لو قال لي مثلا ما بيجوز قضائياً، ما بيجوز قانوناً بفهمها، بس يقول لي بنكون علقانين مع هول بنصير علقانين مع هوليك، عم بيجاوبني جواب سياسي بكل معنى الكلمة. جوابه إذا بتفكري فيه بتحسيه مش جواب قضائي، جاوبني جواب سياسي، وهيدا الشيء اللي خوفني انت أكثر. شو كنت عم تطلب؟ أنا كنت عم بطلب منه إنه يبلش استدعاء الرؤوس الكبيرة، بدنا رؤساء جمهوريات ورؤساء حكومات وأيضاً قضاة ومسؤولين أمنيين يحضروا على التحقيق، كما وزراء سابقين وحاليين. ما حدا يقول ما حدا ما معي خبر، ما حدا يقول. مجلس الوزراء هو مجلس التنفيذي بالبلد، رئيس الجمهورية قائد قوات المسلحة بالبلد، كلهم وصل لهم علم وكلهم تخطوها لو وصلنا لهالمرحلة هاي. الخطأ اللي عم يعملوا القاضي انه راكد على مسألة قال مين وصلوا مراسلة وكان يستطيع ان يفعل شيئا ولم يفعل. طب يا اخي هذا اشرف ريفي وصلته مراسلة وثابت المراسلة، ليش ما استدعيته؟ قائد الجيش ليش ما استدعيته؟ يعني من مين خايفان؟ وبالتالي المسار اللي عم يبين مسار استنسابي، وقال وين الباقيين اللي طالبينه؟ نحن من البداية نحن ما غيرنا،
خليفة من العالم كله. نحن بعدنا على نفس الكلام، بدنا الروس الكبيرة من رؤساء الجمهورية والحكومات والأجهزة الأمنية والقضائية ووزراء سابقين وحاليين بتمنى لل 21. طب مين جاب منهم؟ جاب 4 5، الباقيين وين؟ وهلا اذا ما صحح مساره انا رح اقدم دعوه رد كف يد. مش قد المسؤوليه ما تفوت فيها. اذا مهدد غير مهدد هذا شأنك، او مسيس غير مسيس هذا شأنك انت، كل مين ادرى بحاله. بس نحن مش راضيين على هيك مسار عم تفوت فيه. دمات ابني برقبتي، دمات ابني هن اللي بيحركوني. انا هيدا سند عمري اللي روحوا لي اياه. هيدا ما بيمرق مرور الكرام، ولا كبش محر اي روح. أنا بعاهد دم الشهداء، بعاهد خيي وكل شهيد استشهد بالمرفأ إنه أنا ماشي بهيدي القضية بالمسار الصحيح والدقيق والمتلازم والثابت لآخر لحظة. ووعد لو بدي موت أنا مستمر بالمتابعة بالتحقيقات لحتى ما نوصل للخواتيم الحقيقية اللي نحن بنقولها دايما: حقيقة، عدالة، قصاص. يا ابني يا قاسم يا حكاية الحزينة، دمع عفراقك جرح سنيني. لمشي العمر بكل المطارح وازرع دموعي بكل ضيعة ومديني. أنا لحكي حكايتك ع كل المسارح، حكاية شهيد الظلم ع مرفأ مديني. واشكي لله ع كل ظالم وقله مع كل مظلوم الله يسقيه نفس الكاس السقيني.